طلبت 8 ملايين كقرض لمعالجة ولدها الطريح على فراش الموت، لتقع ضحية بيد عصابة مختصة بسرقة العقارات وفق أسلوب الاقتراض. حلا تفاجأت بعد مرور فترة على القرض الذي لم تستفد منه دينارا واحدا، بدعوى قضائية تنص على قيامها في بيع منزلها لشخصين بمبلغ يتجاوز مليار دينار عراقي، والرواية الكاملة على لسانها. عالج ابني مرضه مو زين، يعني بصدره مرضه، وانا هم مريضه، احتاجت مبلغ، صار عندي ظروف واحتاجت مبلغ، احتاجت 8 ملايين 10 ملايين هيك مبلغ. فاكو ناس دلوني على واحد وخابرته، اعطوني رقمه، خابرته واجا قال لي ها شافني عن شري، قلت له اريد قرض. قالوا انت تعرف ناس يعطون قروض؟ فهو هذا جاب لي ناس وياه، عنده جماعة 4 جابوا لي قرض 8 ملايين. ردوا ثاني يوم جموا أخذوهن. ليش أخذوه؟ أخذوهن، قال إحنا اختلفنا بيناتنا وهذه أخذوها راح القرض. أنا موقعة على هاي 8 موقعة مبصميني. عندك وصولات؟ لا عندهم ما جابوها، مستمسكاتي كلها أخذوها. وراها جموا النوبة خابروني، كانوا يقولون احنا راح نجي راح نعطيك قرضة حسنة. قد اوقع على الورقة ودنيا ليل، وانا نظرتي ما لابستها شفت المحط لي كلمة عقار، كلمة العقار كبيرة. فقلت لهم هاي انا شو وقعتوني على شنو؟ قالوا لا هاي الشيء ما يخصك، هاي اخذ 10. وطلعوا قلت لهم لا خلى صوره. ورا ما طلعوا قمت لبست نظارتي وقريتها، لان انا متنازلت لهم على بيتي وانا ما ادري، ما ادري ولا باعت لهم بيت ولا غير ال10 استلمتها. ثاني يوم خابرت قرايبنا، ناس هنا اصدقائنا وقرايب ابويا، خابرتهم وجمعتهم هيك قصتي، وهسه اريد الوصولات اللي وقعنا عليه، هذا ما شنو وقعنا عليه مال البيت. جابوهن دزوهن بيد السائق مالهم، جابوهن بس قالوا خلي شققوهن وصوروهن، هم قالوا شققوهن وصوروهن مشققات. ورا اسبوع خابرني هو، ورا ما شققناهن وصورناهن وشلنا 10 ملايين طيناهن للسائق مالهم. وبعد هيك قبل العيد هذا اجانا بلاغ، لقيناه بالشارع البلاغ مطير الهواء، حتى البلاغ عليه مليار و300. مليار و300 زين، على اساس انا باعت لهم البيت مليار و300، وهو البيت ما يسوى غير 500 مليون ما يسوى. رمي بالرصاص ومراقبة لكافة تحركاتها وتهديدات علنية تواجهها هذه المرأة من قبل العصابة حتى اللحظة، تناشد الجهات الأمنية النظر إلى حالها المأساوي. هم مراقبيني ورايا هو حسين ومحمد، رموا فوقايا، واكو ان شاء الله بالشارع كاميرات واكو كل شيء. رئيس الوزراء نفسه اريد اقابله، انا حياتي بخطر، بيوتي بخطر، املاكي كلها يسحبوها مني، شلون ما سحبوا من القبلي، اكو نسوان قبلي سحبوا بيوتن من عدن. وكثرت في الآونة الأخيرة العصابات المختصة بسرقة عقارات المواطنين عن طريق القروض، طريقة جديدة للنصب والاحتيال، وتحتاج إلى رادع أمني للحد منها. صقر منذر، بغداد الأولى.